أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فوتوشوب تيبس اند تريكس. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده هنشرح ازاي استخدم الفانيشنج بوينت عشان انقل الصورة دي للبيلبورد دوت بسهولة وبدقة عالية جدا. هنشوف ازاي هتطلع التكنيك بتاع الفانيشنج بوينت ان هي طبيعية وان هي واخدة الميل بتاع البيلبورد دي. قبل ما نبدأ يا ريت لو أول مرة تزورني ما تنساش تشترك في القناة ودوس على زر الجرس لمتابعة كل الفيديوهات اللي جاية في القناة. ولو انت من متابعين القناة ولسه شايف الفيديو ده يا ريت ما تنساش تدعمنا بوضع لايك على الفيديو ومشاركته مع أصحابك. ويلا بينا. المطلوب دلوقتي ان احنا هناخد الجزء اللي هو ده وهنحطه في البيلبورد دي. تمام. طيب الطريقة دي تتم ازاي؟ هنروح للصورة الأولى، تمام، وبعدين هنختار أو هنعمل سيلكت للجزء بتاع الصورة دي من قائمة edit، خد كوبي، وبعدين هروح على الصورة دي اللي هي بتاعت البيلبورد، هعمل لاير جديد، وبعد كده هروح على قائمة فلتر، وبعدين فانيشنج بوينت. في الجزء ده اروح اختار التول دي او الاداة ديت اللي هي كرييت بلان تول، وبعدين هعمل بوينت 2 3 4. تمام كده. كده انا عملت الريكتانجل او الشبكة بتاعتي اللي هي بتحدد لي المكان اللي انا المفروض هحط فيه الصورة بتاعتي. طبعا انا هنا مفيش اوبشن ان انا اعمل بيست غير ان انا ادوس كنترول في عشان ينزل لي الصورة اللي انا كنت واخدها كوبي، وبعدين هختار الترانسفورم تول، وبعدين اجيب الصورة بتاعتي دي جوه هنا، وبعدين اظبط الحواف كده اهو، وبعدين اسحب الصورة دي كده. تمام اهو، وفي الاخر هدوس انتر، اقول له اوكي، وبكده اكون نقلت الصورة بتاعتي. انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن كمان اروح دايس على اف اكس وبعدين اعمل ستروك بلون معين وليكن مثلا قريب من اللون ده اهو. تمام. وبكده اكون انتهيت من ان انا احط الصورة دي نقلها هنا في البيلبورد. اتمنى يكون درس النهاردة عجبكم، اشوفكم على خير الحلقة الجاية. وقبل ما نقفل، لو لسه ما اشتركتش في القناة او اول مرة تزورنا متنساش تشترك وتدوس على زر الجرس لمتابعة كل فيديوهات القناة. تقول لنا رأيك في الفيديوهات اللي انت بتشوفها. لو انت مشترك في القناة يا ريت انك انت تدعمنا بالضغط على زرار اللايك. شكرا، اشوفكم على خير الحلقة الجاية.